Real estate terminologies. مصطلحات عقارية الجزء الأول. النهاردة هنتكلم عن المصطلحات العقارية اللي ليها علاقة بالبيع وبالشراء وبالتأجير. رقم 1 كلمة landlord. الكلمة دي بتطلق على صاحب العقار اللي بيأجر العقار. tenant دي بتتقال على المستأجر، وطبعا هو الشخص اللي بيدفع الإيجار بشكل شهري أو سنوي عشان يسكن في العقار. رقم 3 real estate agent. ده هو الوسيط العقاري اللي بيساعد الشخص اللي بيدور على عقار إنه يلاقيه، وبيساعد كمان الشخص اللي بيبيع عقار إنه يبيعه. وده هو اللي احنا برضو بنطلق عليه في مصر هنا مصطلح سمسار. رقم 4 lease agreement. ده عقد الإيجار الرسمي اللي بيكون مكتوب ما بين المالك والمستأجر. down payment المقدم، وده اللي بندفعه في الأول لما بنكون جايين نشتري عقار. mortgage ده القرض اللي بناخده من البنك ونقسط فيه للبنك عشان نشتري بيت، وده اللي احنا هنا في مصر بنسميه الرهن العقاري أو التمويل العقاري. This is Premier English by سارة، ودي كانت أشهر المصطلحات اللي بتستخدم في السوق العقاري.